هاخد المهاره دي هبتدي اشتغل عليها زي الضغط بالظبط كل يوم او كل اسبوع على حسب المهاره، تمام، وعلى حسب جدولك. وابتدي تقول دلوقتي وبناء على اللي انا هعمله وانا بنمي نفسي في المهاره دي، هاخد الفيدباك او رد الفعل من الناس من حاجه انا بعملها والكلام ده كله، عشان اخد والفيدباك ده هقدر احسن نفسي او اعرف ان انا ماشي على الطريق الصح. زي بالظبط تمرينك بتاعه الضغط، لما انت بتيجي تتمرن دلوقتي الضغط وبتعمل 3 4 5 عدات، لما انت بتقف عند الخمسه ده بيبقى بيجي لك الفيدباك او رد الفعل ايه، لا انا لسه فاضل لي 95 لغايه لما اوصل لل 100، لازم اشد اكتر. فبتدي تسال نفسك طب انا ايه اللي ممكن اعمله علشان خاطر ازود قدرتي ان انا العب ضغط تاني؟ هل ان انا اخش العب ضغط كل يوم ده كفايه، ولا هل مثلا لو انا قويت دراعاتي او قويت عضلات الصدر ده هيساعد في الضغط؟ هتبتدي تفكر بالطريقه دي وهتبتدي تنمي المنظومه كلها. فنفس الكلام، انت النهارده بتاخد المهاره بتقول انا هعملها مره كل يوم او مره كل اسبوع، زي مثلا لعيب الكوره او الكلام ده كله. لعيب الكوره بيجي مثلا يلعب بطريقه معينه في الملعب، بيعمل ترقيصه